السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، المرة دي بجد وحشني جدا جدا. تعالوا بقى النهاردة هنبدأ يومنا كده ونعمل بقى وصفة حلوة قوي قوي، أول طبخة ليا في المطبخ الجديد. يلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقة تحضيرنا. يلا بينا، بس أنا ابتديت بقى أظبط كده الراديو عشان كده أجيب شوية أغاني قديمة كده نسمعها واحنا شغالين. هنا بقى كنت بجهز كده شوربة عشان سيف عندي كان تعبان جدا، فابتدى يقول لي يا ماما أنا جعان، فقلت له هعمل لك كده شوربة لسان عصفور، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه يا حبيبي. وهنا ايه كنت مقطعه فيها كده قطع من الصدور عشان تديها طعم حلو. هنا بقى كنت بصب الشوربه، كنت خلصتها وانا بصبها طبعا وقعت اتدلقت فكنت بصوت. حطيت بقى عليها شويه ليمون واديتها له الاول كده علشان ايه ياكلها بالف هنا وشفا عشان بياخد مضاد حيوي شديد جدا. طيب اول طبخه معانا تفتكروا ايه؟ او اول وصفه معانا؟ اول وصفه معانا بجد انا عايزه احكي لكم كده ان انا بقالي شهرين كنت باكل من الشارع، وقصه هقول لكم عليها كده في فيديو ان شاء الله تاني باذن الله. بس حبيت ان انا اول وصفه ابدا بيها الوصفه اللي انا فعلا بعشقها وبحبها جدا. تعالوا يلا نعملها بطريقه سهله وبسيطه، وهنعملها بطريقه كلاسيك قوي وطريقه كده سهله وما فيهاش اي مشكله. اول حاجه بجيب طاسه على النار، بحط فيها نص كيلو من اللحمه المفرومه. حطيت فيها اللحمه من غير اي ماده دهنيه، هبتدي اشوح كده اللحمه معانا على نار واطيه طبعا. ده البوتاجاز الجديد الحمد لله. يعني انا ان شاء الله برضو هصور لكم كده بالظبط انا عملت ايه وجبت ايه، بس ايه واحده واحده عليا، لان انا فعلا بقالي شهرين ما خدتش نفسي وتعبنا جدا جدا في التوضيب، وكلنا اكل كتير قوي من الشارع. وعلى فكره انا لسه ما خلصتش، بس قلت لهم لا لازم تركبوا لي البوتاجاز عشان خلاص انا زهقت، لازم اعمل اكل في البيت. وجي بقى سيف بعد ما شرب الشوربه وقال لي تسلم ايدك يا ماما، ادعوا له بقى ربنا يشفيه ويشفي كل مريض. ببصل كده مفروم، وابتديت انزل عليها بفصين كمان من الثوم مفرومين. عايزه اقول لكم اكل الشارع ده صعب جدا، كلنا كل حاجه من الشارع، كفته فراخ اي كل حاجه، كشري، كل حاجه كلناها من الشارع، فول وطعميه، كل حاجه يعني. فعايزه اقول لكم اكل الشارع ده لو لقمه بملح او بجبنه في قلب البيت حاجه كده نعمه من عند ربنا. هنا بقى حطيت بعد كده معلقتين من صلصه الطماطم، لو عندك عصير طماطم حطي كوبايه من عصير الطماطم. وحطيت بقى بعد كده التوابل بتاعتي دي كانت بهارات بصل وبابريكا، وحطيت عليها شويه من الفلفل الاسود بس، وشويه كمان من القرفه بس كده، ما حطيتش اي توابل تانية. الملح هاجله شويه هحطه في الاخر. هقلب بقى اللحمه بتاعتنا وهسيبها برضو على النار، وعلى نار تكون متوسطه ما تكونش عاليه معانا. هنا بقى دلوقتي انا هبتدي اسلق المكرونه في ميه بتغلي معايا على النار. هنزل بالملح ومش هحط عليها طبعا زيت عشان احنا عارفين ان الزيت ما بيخليش المكرونه تشرب اي صوص. فهبتدي احط كده كيس ونص من المكرونه القلم، وابتديت بقى اسيبها على النار. حسيت ان هنا المكرونه وانا بقلبها كده الميه قليله، ابتديت ان انا سخنت ميه في الكاتل وحطيتها سخنه. لو الحركه دي معاكي الميه ناقصه معاكي ما تحطيش ميه ساقعه، حطي ميه سخنه. هنرجع بقى هنا كده للحمه المتعصجه. زي ما قلت لكم هقلبها كده كويس، وزي ما قلت لكم ما تحطوش ميه ساقعه على المكرونه. هنا بقى نزلت بمكعبين كده من الزبده عشان يدوها طعم كده وغناوه كده في قلب اللحمه، بتبقى حلوه. او حطيت عليها ربع كوبايه كده من الميه صغيره عشان تبقى جوسي كده وما تبقاش ناشفه معانا. بس كده المكرونه عندي هنا تمام جدا استوت الحمد لله. هبتدي بقى اجيب مصفى وابتدي ان انا اصفيها. عايزه اقول لكم ان انا فعلا بجد انا بقالي حرفيا شهرين بوضب، هديت وعملت حاجات كذا حاجه. وهنا هحط بقى كده الملح لان هي كده خلصت معانا. عايزه اقول لكم تعبت جدا 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 وواجهتني يعني حاجات كتيره، بس الحمد لله بفضل الله عدت والحمد لله. طبعا انا لسه ما خلصتش، بس زي ما قلت لكم قلت لهم لا لازم لازم تركبوا لي البوتاجاز، لان فعلا تعبت من اكل الشارع، والولاد عندي برضو وباباهم تعبوا جدا جدا. ابتديت بقى دلوقتي هجيب حله كبيره وهحط فيها زيت وزبده، وهحط فيها 4 معالق او 5 معالق كبار. هي دي معلقه كبيره، انا حطيت حوالي 5 معالق كده كبار من الدقيق على الماده الدهنيه بتاعتنا. عايزه اقول لكم ان انا واقفه في المطبخ حاسه ان انا تايهه يعني. تخيلوا انا فعلا بقالي شهرين ما بدخلش مطبخ او ما بعملش اكل غير طبعا في الحلقات، او يعني يمكن حتى الايام دي بعتذر كتير عن الحلقات. بس عايزه اقول لكم انا حاسه ان انا لا بجد تايهه، وان انا الاماكن طبعا متغيره. بس كده
فابتديت دلوقتي بعد ما الدقيق اتحمر معانا، ابتديت انزل عليه بحوالي كيلو وربع كده من اللبن، وابتديت ان انا اقلبه كده كويس زي ما انتم شايفين. ممكن تخلوا الربع ده ميه لو انتوا حابين، ممكن تخلوه بيون او شوربه، اي نوع شوربه عندك تقدري برضو تحطيه بالشكل ده. وهنقلب بقى وبنزل باللبن بتاعي واحده واحده علشان ما يبتديش ان هو يكلكع ويخرز معانا. نزلت بمكعب من المرق وحطيت ملح وحطيت كمان رشه بسيطه من القرفه، وابتديت ان انا اقلبه. لو عندك فلفل ابيض حطي، انا عندي فلفل اسود بس على فكره والله قعدت ادور عليه ما لقيتهوش. عادي جدا. هنا بقى ابتدى يتقل معانا، رحت نازله عليها كده بميكس الجبن وابتديت ان انا اقلبها، والصوص بقى معايا بقى خطير وريحته حلوه قوي. هنا بقى دلوقتي جبت المكرونه بعد طبعا ما صفيتها وما حطيتش عليها ميه، هنزل عليها بشويه كده من الصوص اللي احنا عملناه وقلبنا. طبعا انتوا اكيد يعني عرفتوا ان انا بعمل مكرونه بالبشاميل للعشق يا جماعه. دي بقى انا يعني عايزه اقول لكم جبتها من بره كذا مره واحنا بنوضب، كانت بصوا سيئه جدا. ما اكلتش زي ما انا اكلت بجد، زي ما انا بعمل مكرونه بشاميل ما اكلتهاش بجد خالص يعني، بامانه. بس كده جبت البايركس بتاعي وابتديت ان انا ادهنه كده دهنه بسيطه من الزبده، وابتديت احط كده الصوص وانزل بالمكرونه. حركه ان انت تحطي الصوص كده على المكرونه حلوه قوي، بتخلي المكرونه متماسكه مع بعض، وبتبقى المكرونه نفسها شاربه من الصوص، بيبقى طعمها بجد خطير قوي طبعا لما بتستوي. هنزل بقى كده بالمكرونه بالشكل ده، وابتدي اضغط كده عليها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم ان بجد بجد شويه الاكل في البيت نعمه. انا بامانه انا عملت لهم المكرونه بس، يعني احنا اكتفينا ان احنا نتغدى كده صينيه المكرونه مع شويه مخلل بس كده، حاجه كده كنا مشتاقين لها جدا جدا جدا. وانا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هعمل اكلات ان شاء الله باذن الله تبقى حلوه واقتصاديه، لان انا عايزه اقول لكم انا اتفاجئت من الاسعار، واتفاجئت يعني يعني انا طبعا البيت كان فاضي جدا وما جبتش حاجه، يعني انا بس جبت حاجه المكرونه والحاجات بسيطه كده، قلت بس اجيب ايه شويه حاجات كده. اتفاجئت فعلا من الاسعار، لان انا فعلا ما كنتش بنزل ولا يعني بجيب حاجه، الولاد مثلا كانوا بيجيبوا لي او مثلا الدليفري كده، فكنا طبعا انا بالنسبه لي والاكل جاهز، فما كنتش يعني ايه عارفه كده ان انا يعني اتصدمت بجد، اتصدمت فعلا من الاسعار. هنا بقى حطيت اللحمه المفرومه وحطيت المكرونه وحطيت طبعا الصوص، وجيت هنا بقى بحط بالراحه لان انا عايزه اقول لكم وانا بحط كده غرقت، مش عارفه ايدي يعني ايه مش واخده زي ما كنت متعوده طبعا، والاتجاهات بتاعت المطبخ طبعا بيبقى مساله تعود. بس كده هنا بقى بظبط كده الصينيه بتاعتي بالمناديل عشان ما تبقاش ملسوعه كده من الجناب ولا حاجه، وهدخلها بقى الفرن دلوقتي. وهجيب الجبنه الميكس زي ما حضراتكم كده شايفين، هبتدي بقى ارش كده عليها على الوش. كل حاجه غليت ببشاعه يا جماعه، وعايزه اقول لكم يمكن انا وضبت برضو في وقت كان صعب جدا 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 يعني الحمد لله. هحط بقى دلوقتي كده المكرونه كده في قلب الفرن زي ما انتوا كده شايفين، هشغله على درجه حراره 150 وهبتدي احطها في الشوايه بعد كده. وبصوا بقى شكلها تحفه، بصوا خطيره بقى، خطيره خطيره. تعالوا يلا بقى نشوفها. بصوا جميله بقى وطلعت جوسي كده، وكانت حلوه جدا 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 وبألف هنا وشفا. وجيت بقى هنا يعني لحظه بقى زي ما انتوا فاكرين بقى، لو كنتوا فاكرين بدي دوق وابتديت ان انا اقطعها، وكان في دبانه رزله ما كانتش راضيه تخرج بس الحمد لله يعني. هقطع بقى، بصوا بقى القطعه طالعه خطيره. يا ريت لو وصلتوا لحد هنا كده تقولوا لي بتتابعوني منين، وما تنسوش يا حبايبي اللايك والشير. بصوا بقى الجمال، يا على الجمال. بصوا مكرونه ما فيش اسهل من كده كده، دي مكرونه كلاسيك كده ما فيهاش اي افتكاسات، هي شويه الجبنه وخلاص. بصوا خطيره وطلعت طعمها خطير بألف هنا وشفا. يا ريت تجربوها وتقولوا لي رأيكم ايه. وادي بقى لحظة بدي دوق وبألف هنا وشفا. كنت معاكم الشيف امين، واستنوني في وصفات تانية جاية كتير، ويا ريت تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم.